طبقنا اليوم مقلقل الدجاج مع الرز البخاري بخلطة أبو عاكف السرية. مقادير البخاري بخلطة أبو عاكف السرية كالتالي. طبعا الرز احنا بنسوي كيلة واحدة، معاها طماطم برشناها واحدة بعد كذلك، وبصلة واحدة، وزبيب جزر مبروش واحد دارسين. هذا للرز البخاري. بنسوي مقلقل الدجاج السريع، بس قطع داخل صدور دجاج، ملح وبابريكا وفلفل اسود. نحط الزيت نخليه يحمى الزيت، بعدين نحط الدجاج نسويه بسرعه، وبعدين نبتدي بعيش البخاري. نقلقل الدجاج المقلقل كلها 5 دقائق 4 دقائق يستوي الدجاج. وهذا دجاجنا الحين خلاص استوى. نبتدي نسوي العيش البخاري. نحط عليه الزيت معلقتين، لان احنا بنسوي كيله، معلقتين او معلقه ونص معجون طماطم. ثم نحط اول شيء البصل، حبه الدارسين، بعد نحط الطماطم، نحط الحين الكركم، فلفل اسود شوي، ونحط طبعا ملح المقدار اللي يكفي الطبق. معجون طماطم نحط معلقه ونص. الان نجيب العيش المنقع او الرز المنقع ونحطه مع الماء حقه مره واحده. ماء زياده نخليه يغطيه شوي، يعني يغطيه. بعدين فوقه ناخذ مبروش الجزر نحطه على جنب، يعني كل شيء في جهه، والزبيب نحطه في الجهه المقابله. نخليه لين نشوفه قدامنا يطفر كذا، وبعدين نغطيه مده 20 دقيقه بالطبق يستوي. بعد ما نشوفه كذا بار العيش، خلاص نقصر عليه على نار هاديه، ونخليه تقريبا ربع ساعة 20 دقيقة نشيك عليه. بعد ربع ساعة نشيك عليه. وداتك الله ينور عينك.